مطار الجزائر الدولي، تقدم الخطوط الجوية الجزائريات خدمة ضخمة. يقع مطار الجزائر الدولي في الشرق من العاصمة الجزائرية. قد قدمت للتو خدمة ضخمة لشركة الطيران الوطنيات الجزائرية، وبالفعل فقد أكمل المطار لتوه منصته المتصلة بشركة الطيران، والتي سيتم افتتاحها قريبا. تتكون هذه المنصة من جسر اتصال مقسم إلى ممرين يربطان المحطتين الغربيات للرحلات الدولية والمبنى رقم 1 للرحلات الداخلية، وبالتالي ضمان عبور الركاب عبر غرفة ترانزية مجهزة على مستوى المبنى الغربي. أكمل مطار الجزائر العاصمة منصة المراسلة لشركة الخطوط الجوية الجزائريات التي ستفتح قريبا، وتتكون الأخيرة من بوابة اتصال مقسمة إلى ممرين. تربط بوابة الاتصال المحطتين الغربيات للرحلات الدولية والمحطة 1 للرحلات الداخلية من أجل ضمان العبور الوطني أو الدولي أو الوطني للركاب عبر غرفة ترانزية مجهزة على مستوى المحطتين الغربية. تم تفصيل ربط الرحلات الدولية عبر غرفة ترانزية لاستكمال الأجراءات المعتادة بمطار الجزائر العاصمة على صفحته على فيسبوك. ستسمح بوابة الاتصال هذه للمسافرين بالصعود إلى رحلاتهم الدولية والوطنية، بما في ذلك إلى دول الخليج، من مطار الجزائر العاصمة دون مغادرة المبنى، وإضاعة وقتهم والمخاطرة بفقدان رحلاتهم. سيتم إطلاق الرحلات الجوية بهدف جعل مطار الجزائر العاصمة مركزا عالميا للنقل الجوي، ولا سيما لربط أوروبا بأفريقيا والقارات الأخرى. شهدت الخطوط الجوية الجزائريات حجما كبيرا، ولذلك اختارت المطار الحديث جدا للعاصمة الجزائرية. الخطوط الجوية الجزائرية، مطار الجزائر. مزايا إنشاء المنصة: يعد تنفيذ منصة الاتصال أحد الأصول الحقيقية لشركة الطيران، لأنها تتيح لها تقديم اتصالات سريعة ومضمونة لعملائها، وهو عنصر أساسي في صناعة الطيران. في الواقع قد يضطر الركاب في كثير من الأحيان إلى تغيير الطائرة أثناء الرحلة للوصول إلى وجهتهم النهائية، والتي يمكن أن تكون مرهقة ومعقدة بدون منصة اتصال جيدة التنظيم. ومن ثم فإن منصة ربط الخطوط الجوية الجزائريات في الجزائر العاصمة ستمكن الشركة من تقديم خدمة أفضل لوجهاتها من خلال توفير اتصالات سريعة وعملية لعملائها. كما يجب أن يعزز مكانة الخطوط الجوية الجزائرية